السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الطريق إلى ألمانيا، أو بالأحرى كيف حرقت أول مرة لألمانيا اللي كانت سنة 2015. بطبيعة الحال إلا كنتي أول مرة كيطلع لك فيديو ما تنساش تدخل لاباج، غادي تلقى الحلقات السابقة باش تعرفنا فين كنا، فين واصلين دابا، وفين غادي نمشي، باش نديروا الابديت بطبيعة الحال المشاهدين اللي متبعين جميع الحلقات. آخر حاجة وهو آخر مرة كنا في الحدود ديال مقدونيا مع صربيا، وخدينا التران اللي غيدينا من صربيا باش يدينا ان شاء الله النمسا. الناس اللي دوزوا نفس الطريق، ولا الناس اللي عارفين دول البلقان، ولا الناس اللي كانوا في اوروبا هنايا قبل، غادي يلاحظوا واحد الحاجه. فاش كنت كنعاود في الحلقه السابقه اللي كنت كنعاود لكم الاخوان، كنت قلت لكم بانني خديت التران من مقدونيا لصربيا، وخديت التران من صربيا للنمسا، ولكن ما بين النمسا وصربيا كاين واحد البلاد ناقصه. يعني ما عرفتش واش غادي تكونوا لاحظتوها ولا لا، وانا اكسترا يعني قلت خلي حتى الحلقه الجايه اللي هي هذه ونعاود لكم عليها. فاش وصلنا حنايا للحدود ديال صربيا، راه تمايا دزنا على هنغاريا، حيت كاين الناس اللي كيمشيو لبلغاريا، كاين كل واحد فين كيمشي. كاين واحد كيف قلت لكم في الدوله اللي كيختار. حنايا الطريق اللي تبعنا هو مشينا عن طريق هنغاريا من تما مشينا للنمسا. ولكن انا الاخوان باش كنجي نريح مع راسي ونبدا نتفكر الطريق ديال هنغاريا، بحال عندي سوبريمي ما كايناش في راسي. بطبيعه الحال فاش كنجي نريح مع راسي قبل ما نعاود لكم اي حلقه، راه كنريح كنحاول نجمع الافكار، باش ما نحاول ننسى حتى شي حاجه، باش نحاول ما نكذب حتى شي حاجه، ما نحاول ما نزيد حتى شي حاجه من راسي. ولكن فاش جيت كنريح مع راسي وكنتفكر انني عاقل على راسي باش وصلت للحدود ديال صربيا، كيفاش دوزت هنغاريا، راه الاخوان المهم انا ما كنساش هادشي. واخا راه وقع في 2015، تفكروا شوفوا باش تفكر شي حاجه وقعت في 2015 راه ما سهلاش، راه داكشي كيتعب العقل والبدن. كنحاول نتفكر شنو وقع في هنغاريا، والله ما عندي شي فكره، ولا واش دزت من هنغاريا، واش عندي شي قصه في هنغاريا، والو داكشي. علاش فاش كنت كنعاود لكم في المره الاخرى قلت لكم صربيا النمسا، حيتاش ما نكذب عليكم نقول لكم شي حاجه دوزتها في هنغاريا وانا ما عنديش في الفكره ديالي. دونك داكشي علاش قلت خليت هذه الحلقه هذه. واش لاحظوها الناس ولا ما لاحظوهاش ما عرفتش، ولكن انا داكشي علاش جيت نقول لكم حنا في هذا الشهر هذا كاين الصراحه. شنو وقع شنو ما وقعش راه ما وقعش. داكشي علاش غادي نكملوا الحلقه ديالنا اليوم ان شاء الله الوصول الى الحدود النمساويه. واحد الحاجه الاخوان ما تنساوهاش قبل ما نبداو ندوزوا الحلقه نعاودوا شنو وقع. ما تنساش دير واحد ابوني، وخلونا شي كومونتير ولايك، راه ضروريه. الناس كيتفرجوا ما كيديروش لايك، ما عرفتش علاش. كيف قلت لكم راه فابور داكشي، راه ما تتخلصوا عليه حتى شي حاجه. وطبيعه الحال كنطلع لك الفيديو ديالي ديجا انت تفرجتي فيه في شي باج من الفيسبوك يوتيوب ولا تيك توك، وطلع لك شي باج اخرى من هادو، ما تخسر حتى شي حاجه. دير واحد لايك وبارطاجيه، راه كيف قلت لكم راه فابور ماشي بالفلوس. عذاب صحيبي، العذاب العذاب الشديد. وصلنا الحدود ديال النمسا تمايا فين كانوا كيتسناونا الكيران ديال النمساويه اللي كيديو فيها المهاجرين، يعني كل شيء بالمجان. اللي خصو الماكله كيعطيوه الماكله، اللي مريض ولا شي حاجه كيديوه كيداويو. يعني واحد التعامل كيف قلت لكم ديال دوك الناس، ما شاء الله. كان يعني تعامل ما تيتنساش. مشاو بينا دوك الكيران تقريبا واحد المسافه ديال ساعه. بطبيعه الحال ماشي غير حنايا هزونا كلنا، راه كيمشيو وكيعاودوا يرجعوا كيجيبوا الناس اخرين اللي كيجيو، وهكذا. وكيحاولوا يفرقوهم، واقيلا كنظن ما كيحطهمش في بلاصه وحده. المهم حنايا داونا تقريبا شي، واش نقول لك، شي 100 ديال الواحد، 100 البشر ولا 150 ما عرفتش بالضبط. داونا لواحد الكامب كبير ما شاء الله. تما يدخلونا. اول حاجه كيدخلوك يعطيوك واحد الورقه فيها السميه ديالك، كنيه ديالك، باش يعرفوك شكون نتايا. كيعطيوك مثلا البلاصه اللي غتمشي تريح فيها. المهم داك الشيء بيان اورغانيزي. داك الكامب ما شاء الله كيف قلت لكم كان كبير. وهذا الشيء بعدا راه في البرد، راه وصلنا تقريبا في الاول ديال شهر 12. تقريبا نقول لكم ديك 10 في شهر 12 بحال هكاك، يعني بدايه السميقلي ديال اوروبا. وصلنا دوك لي كامب لقيناهم تما دافيين، تدخل كتلقى الشوفاج لداخل. كانوا واحد الحاجه اللي كانت ثارت الانتباه ديالي، وهو الغرف، ماشي الغرف ولكن كان هي مفتوحه، بلاصه مفتوحه كامله وفيها ناموسيات. دوك ناموسيات ماشي ناموسيات بحال في العسكر، باقي نعقل عليها. كانوا في المغرب فاش كنا كنمشيو للكامب، تما كنديروا الرحله الصيفيه. كانوا هي فيها حديده هنا حديده نديرها بحال اكس بحال ما هكايا، وفيها الفوق داك سميتو كتكا فيها، وتحت منها كتحط حويجاتك وداك الشيء ديالك. يعني كانوا هكا وحده 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 وحده. والعائلات وداك الشيء وقال كانوا كنظن عطاهم بلايصهم بوحدهم خاصين. بطبيعه الحال حيت ما يمكنش مراه منعسه وحداك وراجلها وداك الشيء ما جاتش، دونك كانوا كيعزلوا بحال داك الشاب وداك الشيء هنايا. والعائلات وداك الشيء كانوا دايرين لهم مكان واحد البلاصه معزوله في ذاك الكامب اللي غادي نبقاو فيه تما تقريبا واحد 3 ايام. اللي دوزنا فيه كاين فين دوش، كاين فين تاكل، كاين فين تمشى تما، كاين واحد البلاصه ديالهم اللي بغاو يلعبوا فيها. يعني كلشي كان موجود داك الكامب تمايا.
واحد الحاجه اللي كانت كتفكرني هي فاش كتنوض الصباح، كتنوض مع ديك التسعود، كتمشي كتشد النوبه، كتبقى شاد النوبه ديالك باش تدخل البلاصه فين تاكل. دوك سميتو اللي كنتفكر دابا ديك الاجواء كانت سبحان الله في شكال، وكتلقى مع يا سلام كتلقى مع الناس وداك الشيء. كان واحد الاجواء صراحه زوينه. ديك 3 ايام دازت بسرعه صراحه. كانوا ديك 3 ايام تيحاولوا هما انهم يعني مثلا يفليو فيها، مثلا يفرزوا، نقولوا حنا كيفرزوا الناس. يقولوا مثلا واش بغيتوا ديروا اللجوء، حيت كانوا الدول مثلا اللي دار شي واحد اللجوء راه كيتخلصوا عليه. داكشي علاش كانوا بعض الدول كيبغيو يحاولوا يشدوا بعض اللاجئين حيت كانوا كيتخلصوا عليهم. وداك الشيء فعلا النمسا كانت كتسول شكون اللي بغى يدير اللجوء هنا. الاكثريه ديال الناس اللي كنت كنتلاقى معاهم السوريين كانوا تيقولوا لي حنا ما بغينا لا النمسا لا الالمان لا حتى شي حاجه، كانوا كيبغيو يطلعوا للفوق تيقولوا بغينا نمشيو للسويد. منهم داك الشخص اللي كنت تلاقيت معاه، كانت جايب مع العائله ديالو هو وولادو السوري اللي كنت دزت معاه في المقدونيا. هذاك كنت كنهضر معاه كان قال لي باغي يمشي للدنمارك، بصح كان هو باغي يمشي للدنمارك، وفاش وصل لالمانيا كان مشى للدنمارك. كانت عليه النمره ديالو راه كنت سولت وداك الشيء، ولكن هو كان طلع للدنمارك. كيف قلت لكم يعني اكثر ديال الناس كانوا كيحاولوا يشوفوا الوجهه اللي تناسبهم. بطبيعه الحال انا كيف قلت لكم من قبل، انا الوجهه ديالي كانت هي المانيا. وتما في المانيا عاد باش كنت كنقول نشوف فين غادي نمشي، نريح نستالي بعدا وداك الشيء، عاد باش نشوف واش نمشي للطاليان ولا نمشي لفرنسا. علاش اصلا انا كنقول نمشي؟ حيت فاش كنا كنبغيو نطلعوا لالمانيا كنا كنسمعوا اخبار ناري غيديروا ناري غيفعلوا ناري كيرحلوا راه كيرحلوا المغاربه. وواحد الحاجه كانت وقعت مهمه فاش كنا حنايا في الطريق، انا ولا نقول فاش كنت انا في الطريق، فاش كنت وصلتني للنمسا كانت وقعت الحادثه اللي وقعت ديال الارهاب في فرنسا. ما عرفتش واش تكونوا عاقلين على الحدث ولا لا. فاش كانوا وحدين جاو عن الطريق اللي دزنا منا حنا، كانوا دخلوا تما مشاو لفرنسا وكانوا هزوا الفرادو بداو تيتيروا في الناس، شي اوبرا ولا شي حاجه بحال ما هكا. كانت واحد العرض بقاو كيقتلوا في الناس، وفاش شدوهم وتحققوا معاهم داكشي لقاوهم انهم جايين عن هذه الطريقه هذه اللي دزت منا انا. داكشي علاش باش انا بعدا غير وصلنا للنمسا راه الحدود تسدوا، ما بقى كيدوز حتى شي واحد. يعني كان واحد الدري صاحبي حتى هو راجع من بعدي. فاش وصلت تمايا قال لي راه ما كيدوز حتى شي واحد، اليونان سدوا، ما كاين لا باطوات لا فلوكات لا حتى شي حاجه. وفاش كتوصل اليونان من اليونان للمقدونيه مسدود، ما كاينش الدخول. قال لك ممنوع، ما كاينش الدخول، لا حبسوا على قبل ديك الحادثه اللي وقعت. كيف سبق قلت لكم الوجهه ديالي انا المانيا، وديك الساعه باش نشوف تمايا كيفاش الاوضاع. وانا كانت عندي واحد الفكره، كنت كنقول في المانيا ان شاء الله تمايا نستالي نخدم ندير وريقاتي ان شاء الله وندير ونفعل. كانت هي الفكره ديالي. وصل النهار الثالث صافي ملي عرفونا حنايا واحد المجموعه باننا ما باغيناش نبقاو تما، بغينا نطلعوا نكملوا الطريق ديالنا لالمانيا. داكشي اللي داروا فعلا، ركبونا في واحد الكيران اللي غيضربوا بينا من النمسا. ديك البلاصه فين كنا حنايا، النمسا راه صغيره ما كبيراش بزاف. دخلونا لبايرن، اول مره كندخلوا لالمانيا، اللي كان واحد الاحساس صراحه فاش هبطنا تما في بايرن. الله على واحد المانيا، اخيرا المانيا. تخيل معايا من المغرب لتركيا، يعني كتشوف بلدان الفقر، اليونان، العذاب والتعديه وداك الشيء، وكنتي كتقول راسك ما غنوصلش، وديك الطريق والعصا اللي كلينا من عند العسكر وداك الشيء كامل، كتوصل اخيرا لالمانيا. يعني الحمد لله والشكر لله. ديك الساعه راه كنقول للدار بانني راني وصلت لالمانيا. اول مره دخلنا الاراضي الالمانيه. ولكن واحد الحاجه خايبه غادا توقع ليا تمايا اول ما دخلنا لالمانيا في النقط ديال التفتيش. وهما فاش كانوا كيقلبوا فيا لقاو عندي الخرطيه القديمه، وانا استغربت علاش ما لحتهاش. لقاو عندي جوج كيف قلت لكم، وهو الخرطيه القديمه اللي خديتها اول وحده خدينا اوريجينال من اليونان اللي فيها السميه ديالي والكنيه ديالي والمعلومات ديالي صحيحه، وهنايا الخرطيه المزوره اللي هي السوريه اللي جاي بها الطريق كامله، حيت ديك الخرطيه هي اللي عليها كلشي الاخوان باش تعرفوا لك كنتي جاي في الطريق وما كانش عندك كاع ما دوز حتى شي بلاد. وفي نفس الوقت كانت وقعت حاجه زوينه اللي تعرفت فيها على واحد الشخص اللي باقي لحد الان كنعرفو، صديق ديالي وكان معايا هنا في المدينه، يعني كنعرفو معرفه مزيانه، صدق خير من بزاف ديال الناس اللي تعرفت عليهم ولد بلادي، اللي صراحه داروا فينا اش نقول لكم ما كانش فيهم الخير. اشنو وقع في بايرن؟ تسناو الحلقه الجايه ان شاء الله.